من لوحة تحكم الشوبيفاي بنروح على الإعدادات علشان نغير الاسم يكون مطابق لجواز السفر اللي راح يتم رفعه من المانج اكاونت. السلام عليكم، كيفكم شباب الصبايا؟ ان شاء الله تكونوا بخير. وبنحط بالضبط زي ما هو بالجواز السفر اسمك الأول مع اسم العيلة. نتأكد انه تم تأكيد او تم تغيير الاسم بنجاح. بنروح على السيتنج، بعدين على ستور ديتيلز علشان نغير معلومات. نحط هون يونايتد كينجدوم حسب ما احنا مسجلين الشركة في بريطانيا، وبننسخ العنوان من معلومات الشركة تبعتنا. بنحط البوست كود وكمان المدينة زي ما احنا شايفين بالضبط. بعمل زي ما انا بعمل حاليا، وبنغير كمان اسم البزنس تبعنا لاسم الشركة بالضبط، وبنعمل سيف. لطلب اي خدمة او استشارة بتقدر تتصفح موقعنا الالكتروني، الرابط بالوصف باسفل الفيديو. بنروح على البيمنت، بنعمل اكتف شوبيفاي بيمنت. نختار نوع البزنس شركة خاصة برايفت ليميتد كومباني، وبنحط اسم الشركة ورقم الشركة. بخصوص الفات بنكتب له نو. بنحط البزنس ادرس نفس اللي هو بيانات الشركة او نفس عنوان الشركة. البيرسونال ديتيلز اللي هو معلوماتك الشخصية بنحط برضو الأحمد عكوبة أو اللي هو حسب اسمك بالضبط. بنحط بالستاين، نحط تاريخ الميلاد، ونحط العنوان هون بفلسطين. ممكن تخليه زي ما هو بلندن، ولكن لازم توفر وثيقة إثبات عنوان تكون بلندن أو في بريطانيا. وهون بنختار اللي هو يعني شو طبيعة العمل الخاص فيك أو طبيعة المتجر. حسب طبعا طبيعة متجرك انت بتختار هون، وبتكون مجهز وصف مناسب. بتكتب الوصف، وبعدها تحط السورت كود والاكاونت نمبر اللي هم تبعون معلومات الحساب جنيه استرليني او باوند. وبنعمل تفعيل للمصادقة الثنائية لوج ان. نختار اسرائيل وبنحط الرقم تبعنا بدون الصفر. راح يوصلنا كود. مجرد ما يوصل الكود بضيفه هون. وهدول الاكواد ضروري انزلهم واحتفظ فيهم، علشان في بعض الاحيان ممكن يوصلك او يعني ما تقدر تدخل على المتجر، تقدر تدخل عن طريق هاي الاكواد. زي ما احنا شايفين تم تفعيل الشوبيفاي بيمنت. هذا راح يظهر لنا يعني راح يطلع اشعار انه بده جواز السفر وكمان اثبات العنوان. بنختار من هون اللي هو الباسبورت، وبرفع صورة. ضروري جدا تكون صورة واضحة. واللي هو كشف كمان الحساب زي يكون مطابق للبيانات اللي عبيناها. كشف حساب بنك عربي او بنك فلسطين راح يزبط، ما في مشكلة. والافضل انك تصوره بايدك. اذا عندك سؤال او استفسار اكتب لي تعليق اسفل الفيديو، وما تنسى تتابعني على مواقع التواصل الاجتماعي.